السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأمر خطير جدا. تمور جزائرية مسرطنة تدخل المغرب هذه الأيام، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان. قبل الخوض في التفاصيل، رجاء لا تنسونا من لايك واشتراك في القناة لكي تتوصلوا بكل جديد، وجزاكم الله خيرا. وأيضا لا تنسوا بارتاج لهذا الفيديو لكي تعم الفائدة. مخاوف وتداعيات خطيرة في المدن المغربية جراء تهريب التمور الجزائرية المسرطنة، والتي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على صحة المغاربة، ونحن على أبواب رمضان الكريم، حيث يكثر الطلب على هذه المادة الحيوية والتي لا يستغني عنها العديد في موائد الإفطار. وتعتبر التمور الجزائرية، خاصة الصنف المهرب والمسوق على سبيل المثال لا الحصر، دقلة نور وغيرها، هي من الأصناف الخطيرة التي تحمل المذاق الحلو ونفس الوقت السم القاتل، لاحتوائها على مبيدات خطيرة محظورة الاستعمال، خاصة وأن مجموعة من الدول الأوروبية منعت استيراد هذه التمور ورفعت من مستوى درجة يقظتها على حدودها. وحسب خبراء في المجال البيئي والصحي، فإن وزارة الفلاحة الجزائرية تنهج أسلوبا خاطئا في معالجة التمور من خلال استعمال مبيدات خطيرة سامة غير صالحة للاستهلاك البشري، في حين وجد فيه آخرون فرصة مواتية لتهريبه نحو المغرب للنيل من صحة المواطنين من خلال أسلوب جديد ينهجه نظام العسكر على شاكلة تهريب طائرات بدون طيار إلى جبهة العار. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.